لكن هاليومين قاعد يتداولون واتساب عن أم المؤمنين حفصة بنت الثاني بمشاهد، والله صدقوني أيها الأحبة لم أتمكن من استكمال المقطع. هل هذا كله دين؟ كل هذا حرص على الإيمان والتقوى؟ أم هذا هدم سموم تبث في أوساطنا؟ لو مشايخ معممين، ومو معلوم مشايخ معممين في الواقع. الإمام الصادق وش يقول؟ احنا وين نتحرك؟ بكرة يطلع لك الواتساب في إحدى القنوات المعروفة وصال وغيرها ويشحن النفوس من حولك. لا تلوم إلا نفسك أيها الساكت، أيها الخانع، يا من لا تشعر بمسؤولية ولا تقوم بتكليف. وإن كبر شأنك، وإن زبرج عنوانك، المؤمنون يذبحون في أكثر من مكان ومكان والكل يتفرج. لا في النجف حراك ولا في قم حراك، بل على العكس من ذلك تماما. فتاوى تخون وتضلل وتكفر إذا كان الإنسان إماميا ويسعى من أجل حفظ المذهب وأتباعه. لكن عندما تكون الأمور على العكس من ذلك، هاتك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قلوبهم بردا وسلاما. ليش ننتظر لما نذبح كالخراف؟ قاعد في قم آمن على نفسك، قاعد في النجف آمن على نفسك. أنت أيها الحقير البعيد في لندن، وأنت الذي في أمريكا تحميك الصهيونية العالمية، ونحن ندفع الضرائب من باكستان إلى أفغانستان إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، إلى كل بقعة فيها واحد ينبض لسانه أو يلفظ لسانه ويفصح عن محبة لمحمد وآل محمد. ليش؟ لسنا فقط في مسيس حاجة لفتوى في الحيض والنفاس، ولسنا فقط في مسيس الحاجة لفتوى في الخمس والزكاة. مشاكلنا أكبر من هذا بكثير وأخطر. ليش الأئمة يذبحون أنفسهم؟ ترى من أجل شيعتهم كانوا يذبحون أنفسهم، يقدمون أنفسهم ضحايا قرابين بين يدي الله سبحانه وتعالى. لطلب الإصلاح في أمة جد الإمام الحسين ينذبح، ليرى الحق حق فيتبع الإمام علي كن ينقتل في المحراب. المرجعيات، الوكالات، الرمزيات، عناوين هذه فيها شرف، لكن التكليف أهم من التشريف فيها، أهم من التشريف. أنت لما تحط مثل هذا بعدين تنشحن النفوس، شوف شو يصير. دولة بالنتيجة هم محترمون عند جماعتهم. أنا سألك سؤال، تقبل أن يقام حفل فيه من لينال من شخص الزهراء سلام الله عليه؟ ترضى؟